بسبب النفقة 40 يقتل طليقته أمام محكمة سطيف. منذ قليل اهتزت ولاية سطيف على واقعة وجريمة بشعة جدا راحت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 35 سنة. زوجها الأربعيني أقدم على إزهاق روحها بطعنات خنجر على صدرها بمجرد خروجهم من محكمة القضية اللي رفعتها زوجته عليه على مستوى قسم الجنح بعدم تسديده للنفقة، وإن ساحة الجريمة كانت في الشارع المحاذي للمحكمة بسطيف. وقام الجاني مع سبق الإصرار والترصد بطعن طليقته جهارا ونهارا، جعلها تغرق في دمائها أمام ذهول الحاضرين قبل أن تتدخل الشرطة لتوثيقه في عين المكان، حيث نقلت الضحية إلى المستشفى وبرغم محاولات الإنعاش إلى أن الطعنة كانت قاتلة. الجاني من بلدية عين أرناك اقترن بالضحية التي تنحدر من بلدية وسيم بعقد زواج حول عام 2017 وتم الطلاق سنة 2024، وكان بينهم الطفل محمد نتيجة هذا الزواج. ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها، اللهم آمين.